إصرار رهيب من بنت مصرية طيبة وجميلة، وباين من كلامها طيبة وكرم أهل الصعيد. عايزة تعمل لقمة لأنها مسافرة وبتمر بأزمة كبيرة في شغلها خارج مصر. إصرارها إنها عايزة تبعت لي فلوس وأنا بقول لها مش باخد فلوس، خلاني قررت إن أهديها اللقمة وأعملها على نيتها. وطبعا ده ما يجيش حاجة في كرم أهل الصعيد وشهامتهم. صدقني لو مش عايز حاجة ربنا هيديك كل حاجة. لقمة النهاردة أنا بسميها لقمة الطوارئ، لأنها بتبقى طالعة الناس في وقت صعب وبتتوزع في مكان الناس مش محتاجة فيه إلا لطف ربنا. وقبل ما أكمل كلامي، أهلا بيكم في لقمة خير وأنا رشا مجاهد. هنعمل 50 وجبة فيهم 3 سندوتشات كفتة بالطحينة وترشي، وجبة عشاء تتوزع قدام طوارئ مستشفى بالريش للأطفال وطوارئ مستشفى القصر العيني على أهالي المرضى اللي بيكونوا نايمين في الشارع ومستنيين يطمنوا على حبايبهم. هنتبل الكفتة النهاردة بطريقة الكبابجي اللي عارف ان اللقمه دي طالعه لله وما بخلش عليا وقال لي كل اسرار التتبيل، وخليته كمان هو اللي يشويها لي. واستعملنا 5 كيلو مفروم وكيلو دوش، واستعملت كمان 200 جرام فول صويا على الكميه دي كلها. والبهارات بتاعتي ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وكمون وكزبره ناشفه وجنزبيل وقرفه ونص كيلو بصل وربع فلفل احمر وفلفل حار. هنعمل النهارده الطحينه عشان في ناس كتير سالتني ازاي بتعملي الطحينه. لكل كاس الطحينه حطينا 3 كاسات ميه سخنه، ميه سخنه مش لدرجه الغليان. البهارات بتاعتي حطينا ملح وكمون وبابريكا وشطه ونعناع ناشف وكمان معلقه ثوم مفروم، وحطينا نص كوبايه خل. قلبنا كله مع بعض لحد ما وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه للطحينه زي كده بالظبط. احنا مش محتاجين غير اننا نرمي روحنا في جاه ربنا الكريم اللي عنده كل حل لمشاكلنا، بس احنا نقرب بعمل الخير ونحب بعض. اشوفكم على خير يا اهل الخير.